صدر فرخة واحد بس وفي نص ساعة هعمل أكل اليومين. تعالى أقولك أنا عملت إيه وإزاي. بس قبل أي حاجة صلي على الحبيب قلبك يطيب، اعملي لايك، قولي لي رأيك في الكومنتات وفي الميزانيات اللي أنا بنزلها. حلة أحط فيها مية وأحط فيها كمان طماطماية وأولع عليها. أدينا خلصنا من المية. هجيب كمان بصلتين وسط، لو كبار واحدة كفاية، وهديهم ضربة في الكبة وهنعمهم على قد ما أقدر. ليه؟ عشان دي اللي هشوح بيها الخضار، وكمان بحط منها في شوربة سلق الفراخ، بتخلي الفراخ المرقة بتاعتها عالمية خطيرة زي ما قلت لك كده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تنسيش تكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي ايه وكام وعدد اسرتك كام، وهعمل لك ليها احسن ميزانية باصناف كتير مختلفة. طبعا هتختلف في كمية اللحوم او البروتين على حسب المبلغ اللي انت بتكتبه لي، فالحتة دي هتفرق معانا كويس قوي. انا جبت الحله، حطيت فيها معلقه سمنه ومعلقتين زيت، ونزلت بنص كميه البصل في الحله. ده بالنسبه للتسبيكه. شويه البسله دول كنت جايباهم من الست الخضريه مفصصاهم بدون جزر، كان الكيس عامل 10 جنيه، انا جبت كيسين ب20 جنيه، وجبت ربع كيلو جزر ب3 جنيه. واللهم بارك هيديك الطبق القمر اللي قدامك ده. بالنسبه للفراخ ده صدر واحد بس، يعني الجزء نص فرخه صدور، وقسمته على 4. كل صدر ضربته في 2 وشلت الاجنحه على جنب، هعمل بيها اكله تانية. وعصره ليمون. البصله ريحتها هتطلع، هنزل بفص توم، وكمان هنزل بالبسله اديها تشويحه. بالنسبه للبهارات دي شطه بابريكا عشان بديل الصلصه، ما عنديش صلصه، وملح وفلفل والسبع بهارات بس كده. والكزبره انا حطيتها خلاص في الشوربه. نفس التوابل دي هحطها في الشوربه ما عدا البابريكا والشطه، عشان الشوربه مش هتحتاج ولا بابريكا ولا شطه. الميه هتغلي، هنزل بصدر الفراخ. والزور او الرقبه ده بيدي شوربه حلوه، فحاولي ما ترموهوش. احنا ما بناكلوش بس بنعمله كده عشان الشوربه تبقى عاليه او فيها دسمه، بما ان الفراخ دي كلها صدور فمش هتعمل شوربه حلوه. هنا انا بعمل ايه بقى؟ بشوح البسله الاول. اول ما تنزل ميتها بنزل عليها بالصلصه واسيبها تتسبك على نار وسط، ما تعليهاش عشان ما تتحرقش منك، واديها تقليبه. اول ما الاقي خلاص التسبيكه اتسبكت، بنزل عليها بكوبايتين شوربه من اللي عامله بيها الفراخ، اذا كانت صدور او وريك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تنسيش تكتبي لي ميزانيتك وتقولي لي هي كام، وباذن الله يا رب باذن الله ان ما كانش في نفس الاسبوع، الاسبوع اللي بعده هعمل لك ليها ميزانيه مخصوص. وحتى ميزانيه المنظفات كمان انا هنزلها لكم يا حبايب قلبي، مش هتاخر عليكم ابدا. هنا هخلص البسله والشوربه، وكمان هشوح معاها شويه شعريه واعمل شويه رز. ويا سلام بقى لو الشعريه حافظتي على لونها الفاتح، اوعي تغمقي منك، هتفرق التركه دي معاكي قوي. بشويه ملح وشويه تقليبه كده، اوزع الملح في الميه والرز. واللهم بارك عملت غدا كانت العماره كلها شم ريحه البسله والرز. صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا ترى انتوا غداكوا ايه النهارده؟ ده كان بالنسبه لغدنا. هعمل تركه حلوه قوي في الفراخ بما انها صدور، هتفرق معاكي. بجيب معلقه كاتشب، معلقه مايونيز، معلقه مستردة، وملح وفلفل وكزبره، واقلب الثلاثه دول كلهم مع بعض كده. عايزه تزودي زيت زودي، بس انا ما كنت مش عايزه ازود زيت بما اننا عايزين نريح شويه من الزيوت. ونسيت احط من تسبيكه البسله اشيل منها معلقتين، فقلت هعمل الصوص ده اديها لون بيه. وخدي بالك عشان ما تتحرقش منك، ولو خدت لون زي ما خدت مني لون هتشوفيه دلوقتي كده بتقشريه بيتقشر معاكي بسهوله. دخليها تحت الشوايه، مش هتكمل 3 دقايق هتاخد اللون اللي انت عايزاه. اللهم بارك. صلي على الحبيب قلبك يطيب. جهزت الغدا ده كله في اقل من ساعه، ساعه الا ربع. وشويه الشوربه بصي كانت وشها حلو ازاي، وشويه مخلل اللي كانوا موجودين عندنا في التلاجة. ده كان اكل النهارده. هناكل النهارده حتتين وطبقين رز، وتاني يوم هناكل نفس الاكل نفس طبقين الرز. عامله نص كيلو رز، عامله كيلو نص فرخه اللي هو صدور قطعت على 4، انا قطعتين النهارده وقطعتين بكره. وبالنسبه للبسله دي هتقعد معانا حبه حلوين، بشيلها عادي في الفريزر. صلي على الحبيب قلبك يطيب. ما تنسيش تقولي لي وميزانيتك وتحبي تاكلي قد ايه في اليوم، وان شاء الله هعمل لك ليها احسن اكل. بصي البسله، شايفه شكل الشوربه؟ اللهم بارك. كل ده في الزور، لو صدور بس مش هتديكي نكهه او شكل الشوربه ده. صلي على الحبيب قلبك يطيب. هستنى رايك في الكومنتات.